اقل نسبه اللي قيدوا في الانتخابات، رغم انه المجلس التاسيسي كان هو مطلب شبابي. القصبه كان شكون؟ كانوا الشباب. المفارقه هذه كيفاش يفسرها؟ هي فما تعبير بالانجليزيه ما نعرفش شنو المراد في العربي نتاعو، لانه نحب نستعمل اصطلاحات اجنبيه. ديسلوجن، يعني ديسلوجن فما حاله من انقشاع الوهم نوعا ما، نعطيه التعريف هذا. الشباب كان اي نوع من الاحباط عمليا من الناحيه النفسيه. يعني الشباب كان في مقدمه الاحداث من 17 ديسمبر مرورا تصاعديا الى 14 جانفي، ثم القصبه 1 ثم القصبه 2 ثم محاولات القصبه 3. لكن واضح اللي عمليه تحزب الساحه السياسيه، لانه كان فما ساحه سياسيه في حاله تشكل بعد 14 جانفي. الاحزاب اخذت فيها قسط كبير، وخاصه التنافس الحزبي ثم التنافس الايديولوجي والاستقطاب الايديولوجي والفكري، اللي خلى العديد من الشباب في حاله من الاحباط، خاصه في الجهات الداخليه. انا حقيقه زرت الجهات الداخليه وشفت حاله من الاحباط الشنيعه معناها، واحيانا حاله من الكره تجاه الاطراف السياسيه اللي تخليك معناتها حقيقه متشائم، خاصه معناتها بالنسبه للاحزاب لعبت دور نضالي قبل 14 جانفي. نتصور من مصلحتها انها تفهم انه هذه وضعيه غير جيده للجميع، حتى وكان تم المرور بسلام في مرحله انتخابات 23 اكتوبر المجلس الوطني التاسيسي، فانه فما ما يكفي من العوامل للتفكير وليتوقع انه بحلول شهر ديسمبر شهر جانفي مهما كان الحاكم وبغض النظر عن هويه الحاكم، فانه الشارع سيكون في حاله من التوتر. أين أخطأت الأحزاب؟ أخطأت الأحزاب في عدم التنسيق فيما بينها وطرح أجندة وطنية تتجاوز هويتها الإيديولوجية وتتجه بشكل واضح للقطيعة مع النظام، وتتبنى مطالب الشارع في التركيز على المطالب الاقتصادية والاجتماعية. يعني حكومة وحدة وطنية والمسارعة في مهام استعجالية خاصة في الجهات الداخلية وفي الأحياء الشعبية في اتجاه إنقاذ عديد الأحزاب، عديد يعني الشباب الموجود في الشارع. هذا كان الإشكال، كانت أجندة واضحة وطنية من مختلف الأحزاب في الاتجاه هذا. صحيح اللي فما بعض الأحزاب قفزها نحو السلطة منذ ليلة 13 جانفي، ثم تمسكها بالسلطة فيما بعد في حكومة الغنوشي 1 و2 أحبط أحزاب أخرى في مشروعها ممكن اللي كانت تخمم فيه في تأسيس جبهة وطنية. لكن هذا باقي ما يكونش سبب فانك انت نفسك تمشي تعمل اللي عملته الاحزاب الاخرى. المرحله هذه قاعدين نشوفوا زاد فما تكتلات قاعده تصير، فما تحالفات، فما قطب ربما ديزيكسيرسيديست نسميهم احزاب منبثقه عن التجمع، فما قطب اخر يساري الكور ديمقراطيك معروف. الاقطاب هذه ربما قاعده تمشي في العكس قاعد تقول فيه معناتها ماشي وتبعد، تعمل اقطاب باش تبعد على بعض. يعني فما ربما قطب شوي وسط، قطب يمين، قطب يسار، ماهوش ماشي في المسار اللي ربما اللي باش ينجح البروسيس الديمقراطي. هو اكيد فما الاحزاب اللي قلت عليها. خلينا نبدا بالاحزاب التجمعيه اللي باش تعمل قطب. هذه احزاب مضاده للثوره. هو انا في رايي من الجيد انها تاخذ وتتجمع مع بعضها وتقرب لبعضها باش ما تتشتتش انظار الناس، ما عندها باش يكون واضح للناس هذيك هي الاحزاب التجمعيه هيك موجوده مع بعضها، حاجه من الاثنين، اما تصوتوا لها ولا تقصيوها من المسار الانتخابي، يعني ما تصوتوا لهاش. انا نعرف في بعض الجهات الداخليه خاصه في سيدي بوزيد والقصرين الشباب غاديك يتحدث بشكل واضح اذا كان الاحزاب هذه مجرد انها تهبط الانتخابات، مش انها تهز ولا تهز، مجرد انها تهبط وتعمل حمله انتخابيه، كانوا مستعدين يمشوا حتى مستوى تكسير صناديق الاقتراع من كثر يعني كره الاحزاب هذه وعدم تحملها. دونك هذيك ما نجموش نعتبروها في مسار انجاح المسار الديمقراطي، بالعكس هو وجودها مصدر توتر واشكال، وهي مشكل، هي المشكل، هي الهدف من ان نعملوا هالمجلس الوطني التاسيسي هو القطيعه مع النخبه هذيك اللي كانت دعامه وسند بن علي لسنوات طويله. القطب الاقطاب الاخرى اللي قاعده تتشكل، فما اقطاب على مستوى ايديولوجي، واحد من الاقطاب اللي سميتها انت هو قطب ايديولوجي، هو قطب موجود ضد اطراف اخرى، هو قطب موجود من اجل اجنده ايديولوجيه، وهو قطب ما عندوش قاعده شعبيه اللي تخليه هو يتوجد، ولا قاعده شعبيه اللي يخليه ينتعش، معناها مش السبب وجوده هو وجود قاعده شعبيه تسند فيه. انا شفت بعض الاجتماعات العامه نتاع القطب هذا بين ظفرين مثلا في قليبيا، وين كان يتخيل انه باش يلقى نوع من
الدعم يعني كانت معناتها بمثابة الفضيحة على مستوى الحضور معناتها. وهذا نتصور باش يتكرر في جهات أخرى حتى اللي تخيلوا أنهم هما باش يكون عندهم فيها وجود. الأحزاب هذه ممكن بعضها كان يترشح وحده يلقى معناتها إمكانية نتاع نجاح أكثر من اللي يتخبى في وسط قطب اللي ما سمع معناتها اللي هو مازال ما عنده حتى فيزيبيليتي يعني. الأحزاب الكبيرة اللي ممكن حسب السونداج اللي قاعدين نسمعوا بها هي 3 أو 4 أحزاب، والأحزاب هذه مش مستعدة تمشي في أي تحالف انتخابي قبل الانتخابات، هذا ما في حتى شك، لكنها كلها تتحدث في نفس الوقت على حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات، يعني ممكن تتقارب بعد الانتخابات. الإشكالية على أي أساس وعلى أي قاعدة وعلى أي أرضية باش تتقارب. أنا كنت نتمنى السيناريو الإيديال اللي ماهوش باش يجرى واللي ما جراش حتى الآن، هو أنه الأحزاب اللي نسميها أحزاب الثورة والأحزاب اللي تحمل هم الثورة روح الثورة واللي ما تمتش في حب السلطة في 13 جانفي في الربع ساعة الأخيرة، هذيك الأحزاب اللي ممكن تصنع حاجة جدية وتمثل صمام أمام سياسي بالنسبة للثورة. بعضها التقى حول أرضية سياسية وقع إعلانها عندها أسبوع التالي، لكن كانت أرضية سياسية عامة وما كانتش مطرح على نفسها أي تحرك جماعي في الانتخابات. يظهر لي واضح أن الأحزاب المختلفة الأحزاب البارزة سواء كبيرة أو صغيرة باش تدخل بشكل منفرد للانتخابات باستثناء زوز أقطاب اللي قلت عليهم أنت اللي يخدموا سيء بتصرفوا بطريقة أنهم باش يدخلوا في قائمة انتخابية مشتركة. التخويف من فوز حركة النهضة بمقاعد معناتها وأغلبية المقاعد، هل عنده معناتها كما نقول مبرر أو هو تخويف معناتها من حملة دعائية كانت موجودة قبل ومتواصلة لحد الآن؟ هو أكيد اللي نظام بن علي اللي خاصة بداية 91 كان مصدر من مصادر الشرعية نتاعو والعمق نتاعو حتى في وسط النخبة التونسية هو مواجهة ما كان يسميها الظلامية، واللي مقصود به طبعا حركة النهضة والإسلاميين بشكل عام. تو لا محالة الخارطة الإسلامية متنوعة أكثر من 91 زي ما نتحدث على حركة نهضة ثم فصائل إسلامية أخرى. التخويف هذا جزء كبير منه قاعدين يقوموا به ناس ساهمت في التخويف اللي صار في آخر الثمانينات وبداية التسعينات، كانوا يشدوا بعض الأسماء ونشدوا بعض الأطراف ونشدوا بعض الجمعيات نلقاوها تقريبا هي نفسها. ثم أطراف أخرى فاجأتني الحقيقة كانت تتنسق مع حركة النهضة إلى حد وقت قريب، إلى حد قبيل 17 ديسمبر و 14 جانفي، لأنها فجأة انتقلت إلى نفس الخطاب التخويفي نتاع الفزاعة. وهذه مفاجئ بالنسبة لي أنا، معناتها ما كانش انتقال مبرر، المبرر الوحيد نتاعو هو طرف انتقل على مستوى علاقته بالسلطة من علاقة خصام إلى علاقة توافق. هذوما ما قدموناش علاش، ما دخلوش في التفاصيل وحاولوا يخرجوا، هذوك ممكن الأطراف الوحيدة اللي نجموا نسمعوها ونحاول نفهموا منها علاش ترى إنه حركة النهضة تخوف، لكنها إلى حد الآن ما قدمتش. خلينا نكون واضح، معناتها حزب الديمقراطي التقدمي يمكن ينسق في إطار هيئة 18 أكتوبر إلى وقت قريب جدا مع حركة النهضة، انتقل بشكل فجئي ليس فقط من معاداة السلطة وخصامها إلى توافق معها. لازمنا نذكروا طبعا السلطة هذه هي ما تبقى من سلطة بن علي، يعني مش سلطة أخرى. يمكن نتحدثوا على سلطة ما قبل 14 جانفي من بعد 14 جانفي، ماناش نتحدثوا على فارق نوعي، نتحدثوا على فارق في الدرجة وفي الصورة مش في المضمون. إذا انتقل من الخصام معها إلى التوافق معها، ثم انتقل من خطاب معقل نوعا ما يوضح اللي مرحلة البناء الديمقراطي، ونحن تو بالمناسبة مرحلة البناء الديمقراطي تستوجب مشاركة كل الأطراف بما في ذلك الأطراف الإسلامية المعتدلة، وهذا كان ينظر زعيم الحزب هذايا إلى خطاب سطحي ما عنده بشكل مميز يعني من ناحية السطحية نتاعو، وأحيانا كثيرة فرانكفوني تحس موجه جمهور معين، معناها مش موجه للداخل، وفيه واضح عناوين نتاع فزاعات وتخويف، وفيش مضامين وحديث في البرامج. يخليني نقول إلى حد الآن أنا ما سمعتش حتى طرح دقيق ومفصل لنقد جدي يورينا اللي حركة النهضة هي المعضلة، لأنه الإشكالية لهنا يلزمنا نوضحوا. أكيد فما حركة النهضة ما نجمش الناس كل تكون عندها معاها، معناها أكيد الشعب التونسي كل مش كله حركة نهضة. أكيد حتى الناس اللي ممكن تدافع على وجود حركة النهضة ومساهمتها في البناء الديمقراطي أنا منهم مثلا ممكن تخالفها في بعض الأشياء، لكن فما فرق أنك تخالفها
أنك تختلف معها وتنقدها في بعض الأشياء، في بعض الرؤى، في بعض السلوكيات والمسلكيات، ومن أنك تعتبرها هي المشكل. الأطراف اللي تحدث عليها أنت هي الأطراف اللي تعتبرها أنه المشكل مش اللي نسميها أنا حزب السلطة، الناس اللي مازالت من وقت بن علي موجودة في السلطة، واللي مش بالساهل أنها باش تفرد في السلطة. النظام ديزون وبين النهضة، يعني كيفاش ما يوضحوناش كيفاش يعني تحس حالة تعتيم على المشكل الحقيقي، على الإنسان الطرف اللي شدد السلطة، وتركيز على طرف مازال ما شدش السلطة. ونرجعوا لنفس منطق بن علي اللي كان في بداية التسعينات نتاع بن علي خير من النهضة، الطرف اللي في السلطة خير من النهضة. يعني نفس الكلام، بالرغم اللي حركة النهضة كيف ما نعرفوا برشا ناس وبرشا متابعين، حتى متابعين غربيين. أنا عايش في الولايات المتحدة، يعني شخص كيف جون اسبوزيتو من أهم المختصين في الحركات الإسلامية وفي حركة النهضة، كتب كثيرا حول الموضوع هذا، يعني ناس مختصين في الموضوع هذا، يوضح لك اللي حتى من 91 إلى الآن يعني النهضة بالرغم من اللي كانت وضعية استثنائية وغير عادية لأنها أيضا خذت مواقف وتطورت في بعض المسائل. إذا ما نجموش نتحدث حتى عن النهضة بتاع 91 لأنها النهضة توا، إلا أنه الأطراف اللي حقيقة تعمل بشكل سياسي وغير نزيه في الموضوع هذا. أنا نتمنى توجد نقاش جدي حول جميع الأحزاب بالمناسبة. أنا نتمنى نقاش جدي حول الناس اللي دافعت على النهج الاستئصالي بتاع بن علي. أنا نرى من الضروري محاسبة أطراف سياسية توا ما عندهاش الحق تقعد لي في موقع الحكم الحداثي، يعني حكم بتاع شكون حداثي وشكون مش حداثي، في وقت اللي هي ساهمت في تأسيس وترسيخ حداثة بن علي، يعني حداثة البوليس وحداثة العصا، يعني هي نفس الأشخاص، يعني تطلع لنا بكل يعني صفاقة وتدافع لنا على نهج معين بتاع حداثة، وهي توزع في الديكي وفي الاتيكيت بتاع شكون حداثي وشكون من حداثي وشكون ظلامي وشكون ظلامي. أنا في رأيي إذا كان الناس هذه تحب تدخل في صراع من النوع هذا مرحبا، وقت لازم نحطوا الكوارت كل فوق الطاولة ونشوفوا شكون فعلا بالتجربة والممارسة، مش بالشعارات، خاطر الحداثة مش شعارات، شعار الحداثة ممارسة. هل كانت في صف الحداثة فعلا، صف الديمقراطية، صف حقوق الإنسان والحريات السياسية من 91 وإلا لا؟ وشكون